استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان الواحد منهم ربما يبقى الثأر في قلبه سنين عددا، استطاع أن يجعلهم يتقاتلون على الفضائل والمعروف صلوات الله وسلامه عليه. في ذلك الموقف الذي جاء في الصحيحين وهو يفتت الصخر حتى يجعلها ترابا بعد غزوة حنين، حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على قريش، فإذا في الأنصار يجدون في نفوسهم شيئا، حتى قال بعض أحداثهم: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قومه ويتركنا. فانطلق سعد ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المقولة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: اجمع إلي قومك. فاجتمع الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم ويحدثهم، يذكر تلك الساعات الأولى التي دخل فيها عليهم عليه الصلاة والسلام وهو يحفظ معروفهم وجميلهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقال تلك الخطبة التي والله الذي لا إله غيره تملأ القلب أسا وحزنا مما يسمع فيها المرء من تلك المشاعر النبيلة التي كان يبثها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الأنصار. فقال: يا معشر الأنصار، أما لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فأغنيناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ لك أن تتخيل لو كنت أنت أحد أولئك الأنصار أي كلام ستسمع وأي مشاعر ستملأ أذنك وأنت تسمع خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، يذكر معروفك ويحفظ جميلك ويثني على فعائلك صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أفلا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رحالكم؟ والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، لو سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فكانت تلك الخطبة على قلوب الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، غسلت صدورهم وأطابت أفئدتهم رضي الله عنهم، حتى بكى الواحد منهم فبلل لحيته بدموعه وهو ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره بتلك اللحظات التي عاشها بين ظهرانيهم. فقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، إنما المؤمنون إخوة، إن ديننا آخى بين الأسود والأبيض والأصفر. فتفيأ ظلاله صهيب ذاك الرومي، وسلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وعمر القرشي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا.